مساء الخير على كل الناس، كل سنه وانتم طيبين. بمناسبه عيد الاضحى المبارك انا بعمل فيديو جديد النهارده عشان ابارك للنادي الاهلي بالفوز 1-0 على نادي الاتحاد السكندري في استاد برج العرب. كابتن طارق العشري كان مقفل الجيم خالص وبيلعب زوم ديفنس. تقريبا كان الاتحاد كله كان في منطقته، ما بيتقدمش خالص، بيلعب على الهجمه المرتده، وده كان عامل ازمه للنادي الاهلي ان كان في كثافه دفاعيه جامده من نادي الاتحاد. ربنا اكرمنا والحمد لله. كان كابتن كهربا قدر يجيب جون، وقبل منه اكرم توفيق كان جاب جون واتلغى. طبعا كان في تغيير اضطراري، كابتن عمر كمال خرج للاصابه، حصل تغيير اضطراري مفاجئ مع كابتن كولر مع الكوتش بتاع الفريق، وكان عامل جيم كويس جدا والتبديلات بتاعته كانت رائعه، ونزل طاهر في اخر تلت ساعه تغيير اضطراري للماتش. بس كابتن احمد عبد القادر، يعني انت ليه الانانيه في الملعب؟ ليه بتاخد الكوره كتير وبتقعد تحتفظ بيها كتير؟ يا كابتن احمد احنا بنحب اللعب بتاعك وانت راجل حريف، وبنبقى مبسوطين لما بتعمل حاجه كويسه او مهاره من عندك، لكن مش كل كوره محتاجه الكلام ده، مش كل لعبه محتاجه ان انت تأنن. كره القدم دي لعبه جماعيه، يا ريت تهتم بالجماعيه شويه، والكوتش بتاع الفريق كولر ينبه الموضوع ده، وكابتن اسامه سامي قمصان ينبهوا للحكايه دي، ويحاولوا يفهمون الكرة دي جماعية مش كرة فردية. حسين الشحات عمل اللي عليه وكان ممسوك جامد في الملعب. محمد طبعا الفريق كله بما فيهم الشحات وطاهر اللي نزل في اخر تلت ساعة، لحد عمر كمال، اكرم توفيق، امام عاشور عامل ماتش جميل جدا. هو ما كانش موافق النهارده وبس، يعني كان ظاهر في الماتش وعمل اسيستات حلوه، عمل باصات كويسه. نزل كابتن قفشه يكمل المسيره من بعده، وبرده عمل ماتش كويس وعمل كام كوره حلوه وكام باصه كويسه. انا بس ليه يعني مش عايز اقول ليه، لان هو من الطبيعي انك لما تلاعب بطل افريقيا تلعب زون ديفنس، من الطبيعي انك لما تلاعب بطل افريقيا وتلعب على الهجمه المرتده وتبقى كل فرقتك واقفه قدام الجون بتاعك. يعني انا لو مدرب وبلاعب النادي الاهلي هتمنى ان انا معايا يكون 11 لاعب فوق ال 11 لاعب عشان احطهم في المنطقه، عشان لعيبه الاهلي ما بترحمش. دول الجزارين يابا، النادي الاهلي دول الجزارين، دول ما بيعتقوش. الماتش اللي بيحطوا دماغهم فيها هيكسبوه بالذوق بالعافيه هيكسبوه. وان شاء الله نتمنى الفوز المستمر للنادي الاهلي وفوز متواصل، وباذن الله احنا تقريبا كده احنا في المركز الثاني بعد بيراميدز، وباذن الله هنواصل التالق بتاعنا ومكسبنا المستمر للماتشات اللي جايه كلها، وهنفرق عن بيراميدز وهنفرق عن اي فريق في الدوري، وباذن الله الدوري في النادي الاهلي. والف الف مبروك على الفوز النهارده، واتمنى باذن الله اعمل فيديو جديد بعد الماتش اللي جاي باذن الله ونبارك فيه للنادي الاهلي على الفوز. شابوه كابتن طارق العشري انك قدرت تحافظ على الشباك الفريق بتاعك، وانك لعبت بالخطه دي عشان تقدر تحافظ على النتيجه، وانك حتى لو خسرت ما تخسرش باكتر من كده. انا بحييك وبحترمك على المستوى الشخصي، انت حد محترم ومدرب جميل ورائع، واتمنى لك التوفيق واتمنى لك النجاح. الف مليون مبروك للنادي الاهلي، والف مليون مبروك للاعيبه النادي الاهلي. شابوك كل لعيبه النادي الاهلي، ويا رب يا رب يا رب تكسبوا كل الماتشات اللي جايه، وتفضلوا دايما كده في تالق وفي ازدهار، ودايما مشرفينا ومنورينا في البطولات القاريه والمحليه. الف مليون مبروك كابتن محمود الخطيب، الف مليون مبروك لكل من ساهم في اداره النادي الاهلي وحتى ولاعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني والاداري ومجلس الاداره وكل الناس، لان قدروا يعملوا نادي اوروبي في قاره افريقيا. السلام عليكم.